سلام سلام، مرحبا بكم حبيباتي من جديد. تعطلت عليكم ولكن جبت لكم واحد الفيديو صراحة اللي طلبوه مني بزاف ديال الناس انني نشارك معكم الغريبة البهلة اللي صراحة ماشي غادي نشكرها لكم، ولكن كتجي روعة، كتجي هشيشة وفي نفس الوقت كتجي مرملة. هنا البنات عندي 850 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات، غنزيدو عليه واحد قبيصة ديال الملح لتصحيح الذوق وفي نفس الوقت باش كنخرجوا النكهات اللي عندنا، ونص معلقه ديال الخميره ديال العجين اللي كتساعدنا ان الغريبيه تجي مشققه. بغيتو توزنوا الخميره ديروا 1 غرام ديال الخميره ديال العجين، وكنزيدوا عليه 20 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. بغيتو تكتفيو ب 18 غرام ديال الخميره ديال الحلويات تكتفيو بها. انا درت هنايا 20 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. صافي كيف ما قلنا عندي الدقيق، خميره د الحلوى، خميره د العجين، قبيصه د الملح، غنزيد عليهم معلقه صغيره ديال القرفه. غنحاول انني ندمج هاد المكونات مع بعضياتهم باش نلبس الدقيق بالقرفه وكل المكونات. عندي هنايا البنات 200 غرام ديال الزيت، 200 غرام ديال الزيت. غنزيد عليه معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، تقدروا ديروا اي نوعيه ديال القهوه كتفضلوا، مهم تكون سريعه الذوبان. هنا غندمج هاد المكونات مع بعضياتهم. عاد غادي نضيف باقي المكونات اللي عندي. هنايا الزبده البنات لازم ما تكون بحراره المطبخ، تكون لينه ما تكونش قاصحه باش تساعدنا في الخدمه. بالنسبه للزبده البنات عندي هنايا 185 غرام ديال الزبده. صافي غادي نحاول انني نلبسها في الدقيق حتى نحس بواحد القوام يكون عندي مرمل والدقيق شارب ديك الزبده. ناخذ واحد الكميه ديال الدقيق في يدي، نجمعو في يدي ونطلقو تنحس به انه يعني فازق ومعلك بحال هاد الطريقه هذه اللي غادي نوري لكم دابا. نهز واحد شويه ديال الدقيق في يدنا بحال هاد الطريقه هذه ونطلقوه، كنحسوا به انه فازق ومعلك. من بعد غادي نزيد صافي من بعد البنات غادي نزيد باقي المكونات. غادي نزيد 200 غرام ديال السكر، ما يعادل زلافه ديال السكر، وغادي نزيد كذلك 80 غرام ما يعادل 40 غرام ديال الزنجلان و40 غرام ديال اللوز. هنا غادي تلاحظوا عندي كميه زايده لان عندي الدقيق زايد. نتوما عطيتكم العبار ديال 850 غرام ديال الدقيق. صافي غادي ندمج هاد المكونات مع بعضياتهم مزيان حتى يندمجوا الكل مع بعضياته. من بعد غادي نزيدو السوائل اللي عندي البنات هو الزيت اللي ضفت عليه معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، هو اللي غادي نجمع به هاد الغريبيه هادي. بالنسبه كاين بعض المرات البنات الدقيق اللي كيتشرب، كاين الدقيق اللي كيصدق ناشف وما كيشربش السوائل اللي عندنا. انا غادي ندير هاد الكميه ديال الزيت اللي عندي 270 غرام ديال الزيت. غادي نعجن بها، ما كفاتنيش غادي نزيد الزيت على حسب القياس اللي خصني. صافي البنات غادي نجمع هاد المكونات بهاد الزلافه ديال الزيت حتى نشوف القوام كيفاش عامل عندي، عاد نشوف واش نزيد الزيت او لا. صافي بالنسبه للقوام البنات خصو يكون يعني ماشي قاصح بزاف وفي نفس الوقت ماشي رطب عاود بزاف، يكون ما بين وبين لين. صافي هنا المكونات باقي ناشفين عندي. غنزيد تقريبا البنات واحد ربع زلافه ديال الزيت، هي اللي غادي نكمل نجمع بها هذا القوام هذا. صافي دابا غادي ندلكها مزيان البنات. كيف ما كتعرفوا الغريبيه كتحتاج دليك مزيان. من بعد ما غادي ندلكها ونعلكها مزيان غادي نوري لكم واحد الطريقه اللي كنديرها لها باش كتجي الغريبيه ديالنا مشققه وملي كتعطوها كتجي مرمله في اللسان. هنا البنات غادي ناخذ الحكاكه اللي كنستعملو في الكوزينه، وغادي ناخذوا المكونات اللي عندنا كاملين. هنا البنات كيف ما كتشوفوا المكونات كلهم اندمجوا، وغادي نكتفوا بهذا القياس هذا. شفتوا كيفاش يعني القوام رطاب عندي. صافي كما ما سبق لي قلت لكم، انا ناخذ هذه الحكاكه هذه وغنخرج فيها كل هذه المكونات هذه.
صافي. من بعد غادي نبدا نكور الغريبيه ديالي ونستفها في اللاطه. تقدروا توزنوها البنات في كل قطعه 20 غرام، اولا تقدروا ديروا عينكم ميزانكم تكوروا الكميه اللي عندكم كامله على حسب القياس اللي بغيتو. وصافي غنطيبها ومن بعد غادي نرجع معاكم. نتوما غادي تطيبوا على حسب كل وحده وكيفاش كطيب في الفران ديالها. صافي البنات، مهم ان نطيب ان شاء الله وغادي نرجع معاكم. صراحه البنات كتجي غزاله بزاف، جربوها اكيد اكيد غادي تعجبكم. وما تنساونيش انا الى عجبكم الفيديو باللايك وشي تعليق يكون زوين ومحفز. والى فيديو قادم ان شاء الله يا ربي. ها نتوما البنات، ها الغريبيه كيفاش جات، صراحه جات مشققه ومعلكه وفيها ديك النسيمه ديال القرفه والقهوه سريعه الذوبان. السلام عليكم.